مرحبا بكم في حلقة جديدة من ديما معاك. وين انتوما؟ احنا ديما معاكم. واليوم باش نهزوكم لجوهرة الساحل سوسة، وباش تحكي لنا على جو سوسة في رمضان وعلى عادات سوسة استدعينا لكم إلا زينب نور الدين قفسي. مرحبا بك إلا زينب. يعيشك، مرحبا بك. جو رمضان في سوسة كيف ما جو رمضان في أي دار تونسية، ما عدا شوية خصوصيات لازم في الكوجينة اللي هما الغوسات اللي باش نخدموها اليوم، الوصفة متاع الفطاير اللي بالزبيب. فيه برشا حاجات سبيسيال. ديجا كي تخلط انت ياك العجنة البسباس مع الخميرة باش يعطيك ريحة تهزك للقاع الخابية كما نقولوا. مالا ما غير ما تزيد تشوقنا، هذه طبليتك وهيا تبعني للكوجينة. يلا. أول حاجة عنا الفرينة. قديش؟ رطل الفرينة ورطل سميد باهي، ومعاهم الزبيب، الخميرة العربي، شوية ملح، شوية سكر، الكركم والبسباس. مالا أول حاجة نبداو نطلعوا الخميرة نتاعنا الساعة. توا دونك باش نعملوا الفرينة والسميد، شوية ملح، نحطوا مغرفة كركم ولا شوية، تنجم حتى ترش شوية بسالش. لونهم لازم يزيد اصفر، ولا يبدا مستصفر شويه البارتيكولاريتي نتاعهم، لونهم اصفر بالحق. ونرشوا شويه بسباس هذاك مرحي مهروش، نقولوا تنجم تعملوا بالمهراس ولا هذا باش يعطيهم مطعم تري سبيسيال. فوالا هذوما الفطاير تلقاوهم كان في سوسه، نلقاوهم كان مش في الساحل الكل، برينسيبالمون في رمضان، في ليله النص وليله 27 زاده بعد شقن الفطر في السهريه. دونك معك القهوه العربي نمدوا الفطاير نتاعنا ونتلموا العائله عوايدنا. والا بكري قلت لي زاده في زهاز العروسه، في زهاز العروسه وفي غسيل العباية نحن نقولوا. دونك هالمناسبات هذو مزوز نطيبوا الفطاير وكي العاده تتلم العائله الكل. دونك نخلطهم مليح لين تولي كلها اوموجين متناسقه مع بعضها. زعما نصبها الكل ولا عيني ميزاني؟ لا باش تصبها الكل، اما باش نبداو نمصمصوا الكاس بالماء اللي عندنا. هاي باهي. دونك باش تحل شويه بكري الحلين فيها طريقه هكا سبيسيال من الوسط ولا ماشيه. فوالا هكاكا نزيدوا بشويه الماء لين تتلم في يدك. وقديش تقعد تخمر هذيا؟ تحب لها هكا؟ هذيا تاخذ وقت اقل حاجه ساعه من زمان. كان تحب في عقلك تاخذ راحتك. وريني انت جيست باش انا نعمل كيفك خاطر ما نعرفوش. فوالا باش تولي دونك تخدمها في عقلك لين تحس بها التكستور هاني تبدلت. وفوالا توا هكا عجينتنا حضرت. توا هكا نغطيوها ونخليوها هكا نغطيوها باش تقعد تخمر في عقلك. زينب يظهر لي توا الفطاير نتاعنا خمروا هكا تكستور لازمها تجي جاريه باهيه كيما هكا بالضبط جاريه تبدا راهي عادي باش تكون التكستور كين هكا. ونجي في القلايه ونحطها ونجيب قفال فرشيطه نحاول نستويها شويه باش تجي مدوره. فوالا توا نجمو نحطو الزبيب. دونك باش نرشوه شويه رشين عيبات. الحكمه في الفطاير اللي بالزبيب خلي على فدو معناتها نار هادي على الاخر وتطيب في عقلها على وجه برك من غير ما تقلب. توا هذيا الكعيبه الاخرانيه قليناها باش نطلعوها تستقطر مش هكا. ومع الفطاير في السهريه نحطوا الكيزاتا اللي هي اباز دو لوز، وعندنا زاده هذاك الفريش هذا كاينو لونسيتر دو ماكارون.